مساء الفل. احنا في موقع مصر الجديدة متابعة اعمال. احنا شغالين دلوقتي في بند الكهرباء، بنسحب السلك. خلصنا التأسيسات زي ما حضراتكم شايفين. تعالى خلصنا التأسيسات. معانا العلب الماجيك، الخراطيم مصطفى محمود اللي ماشية في الأرضية والفليكسبل، وسحبنا السلك. الجنب ده معايا هنا كده هيكون البوفيه مأسسين قبليك يمين وقبليك شمال، وفي الحيطة دي برضه قبليك يمين وقبليك شمال. وهنا كده على ترابيزة السفرة في الجزئية دي، السفرة مستطيلة معايا بالشكل ده. مأكدين على التصميم بتاع الفرش، لأن ما ينفعش يبقى الفرش في مكان وشغلنا وتأسيساتنا في مكان تاني. فحتى في الجيبسون بورد برضه هنبقى عاملين بيت نور بيضاوي موجود في الجزئية دي، بيأكد على ترابيزة السفرة اللي هتبقى نازل منها نجفة بنفس اتجاه ترابيزة السفرة. ده بنأكد عليه برضه معانا في التصميم وفي التأسيس. لازم كل حاجة تبقى معمولة بأسس وكل حاجة ماشية ببلان. هنا كانت الحيطه دي كانت بتاعه البلكونه، كانت البلكونه مترحله كده، حاجه كبيره جدا. فاحنا الاستخدام اكتر، احنا عايزين نوسع اكتر للمكان ونستغل المساحه. فاحنا رحلنا الحيطه بتاعه البلكونه، اترحلت كل القيمه دي كلها قيمه متر، اترحلت كلها كده، والجزء ده كله اتضاف على ترابيزه على منطقه الدايننج. هنا برضو تعالى، هنا برضو اشتغلنا. هنا حاليا احنا دلوقتي خلصنا المباني والتعديل بتاع الغرفة. خليك عندك. خلصنا المباني. هنا الحيطة دي ما كانتش موجودة، كانت غرفة الماستر، وضفنا معانا الحيطة دي في النص عشان خاطر قسمناها 2 غرفة. استغلنا المساحة طبعا، والحيطة دي مبنية طرطشناها طرطشة مسمارية. ومهم جدا طبعا في الطرطشة ان بعد ما بتطرطش بالمسطرين طالوش معايا، لازم تبقى محبحبة كده وتبقى طرطشة مسمارية. الطرطشه المسماريه دي بتكلبش معايا بعد كده الملو المحاره لما اجي امحر بعد كده، فطبعا بتبقى حلوه جدا وقويه جدا ومستحيل انها تطبل. زي ما حضراتكم شايفين الطرطشه معايا بالشكل ده، طرطشناها كده خلاص. والكهرباء تعالى، طيب الكهرباء برضو عملناها واسسنا للفريون معانا بالشكل ده. تعالى كده هات الجنب ده. هنا عندي الفريون اسسناه طبعا في الجنب ده معانا الصرف والفريون بتاعنا اللي طالع للكباس الخارجي بره، وعندي المفتاح بتاعه والبريزه. هنا برضو الحيطه دي كانت طالعه كلها كده، والجزء ده كله كان بلكونه. شلنا الحته دي كده كلها خالص وضفنا الجزء ده معايا على الغرفه، والجنب ده كله هيتقفل ويبقى بانوراما شباك اوليميتال او يو بي في سي. ده بالنسبه للحيطه دي. هنا عندنا لوحه الخدمات حطيناها في السنتر بالشكل ده، وغرفه النوم برضو بتاعت الثانيه. غرفة النوم الثانية ادي السرير متأسس للكومود، وعندي التكييف برضه حطيناه في الجزئية دي، والكباس الخارجي معانا بره بالشكل ده. ده بالنسبة للفريون. لف كده تعالى هنا كده اهو. وادي عندي البريزة وعندي المفتاح بتاع التكييف وادي التكييف. وبرضه الحيطة دي معانا اللي هي المشتركة بين الغرفة الأولى والغرفة الثانية، وبنيناها وطرطشناها بالشكل ده. وهنا في الجزئية دي أسسنا وحطينا مراية. هنا عندي الحمامين والمطبخ هيتركبوا بورسلين. فمهم طبعا علشان هيتعمل بورسلين يعني هيتعملوا بماده، لازم طبعا مهم جدا انهم يتعملوا محاره ويتخشنوا. هنا احنا شغالين علشان خاطر الحمام يبقى جاي مظبوط جدا، والزاويه تبقى 90 يمين وشمال يمين وشمال، لان ما ينفعش الاقي من قدام كده بعد كده اشد المتر الاقي الجنب الحمام مثلا سي متر و80 من هنا ومتر ونص من هنا، يبقى فرق 30 سم. متر و80 من قدام ومتر ونص من ورا، يبقى فرق 30 سم. هتبقى تحس ان البلاط بعد كده عامل شطريه. ده ليه؟ عشان احنا ما اكسناش ولا ربعنا. فايده التاكيس والتربيع اللي احنا عاملينه ده تاكيس والتربيع. بعد كده بنجيب الزاويه بتاعتنا اللي هي الزاويه دي اهي، تمام، ونروح وازنين بيها الخطان بتاعتنا اللي احنا شدينها. اذا الزاويه 90. بعد كده بنلقط من الخيط للبؤجه ومن الخيط للبؤجه نفس المقاس اللي قدام نفس المقاس اللي ورا. ليه؟ علشان خاطر نضمن كويس جدا ان الحمام معانا مقاسه متربع بالظبط، عشان بعد كده ما يعملش شطريه. دي نقطه. النقطه الثانيه، عندي الوحده بتاعه الحوض وحده 90 بتتحط كده في الحوض. لو الحيطه بقى جايه مزويه وفيها فرق، هحط الوحده بتاعه الحوض الاقيها منوره معايا كده. طبعا ما ينفعش الكلام ده.
فاللي احنا بنعمله ان احنا رقم واحد عشان ده يتعمل بورسلين فهيتعمل بماده، فما ينفعش ان احنا نربي في الماده، فلازم يتعمل محاره. دي نقطه. النقطه الثانيه لازم يبقى متقص ومتربع علشان خاطر ما يبقاش فيه زوي. هنا الله ينور يا معلم. هنا دلوقتي اهو بنوزن البؤجه اللي على العالي على البؤجه اللي على الواطي، وطبعا واخدين ميزاننا على التأكيس بتاعنا اللي احنا شايفينه بالخيطان بتاعنا وبالزاويه ال90. ده بالنسبه للحمام، ودي معلومه مهمه جدا وانت بتعمل الحمام والمطابخ سيراميك، عشان اللي هيتعمل في المحاره هو اللي هيتعمل بعد كده في السيراميك. الحمام التاني برضه معايا بالشكل ده. هنا برضه واخدين شدينا الاكس بتاعنا الطولي والعرضي، وبعد كده ملقطين منه البؤج وملقطين منه البؤج بتاعتنا ان كانت اللي على الواطي او اللي على العالي. لف خش كده. وهنا عندي ادي الخوارنقات هتبقى برضه موجوده معايا بالشكل ده، وبرضه مبقجين بؤج على العالي وبؤج على الواطي. تمام. دي الاعمال اللي معانا النهارده في الموقع. الله ينور يا معلم. محدش بيصور الموقع وهو متبهدل كده، بس انا اتعمدت ان احنا نصوره بالشكل ده علشان خاطر باذن الله بعد ما نخلص الشغل والمراحل الاخيره برضه هصور لحضراتكم افتر وبيفور. الموقع محدش بيصور طبعا الشغل والبهدله بتاعت الموقع دي، بس هي دي شغلانتنا، ان احنا بتبقى الدنيا متدشمله خالص، وبعد كده في التشطيب باذن الله هتبقى حاجه حلوه جدا. خليكم فاكرين بقى الشكل ده وفاكرين الجزئيه دي عشان دي هيتعمل فيها شاشه محوريه 360. ايه؟ والبلكونه اللي متبهدله شويه. كان مع حضراتكم باشمهندس ابانوب مجدي من شركه ديكوريتيف. شكرا.